يسعد اوقاتكم متابعين واهلا وسهلا فيكم. اليوم راح نعمل معاكم وصفة مناقيش الزعتر. طبعا عندنا العجينة السحرية اللي حضرناها قبل هيك معاكم، راح تلاقوا رابط العجنة السحرية هاي بصندوق الوصف. طبعا مثل ما انتم شايفين هاي العجنة عندنا، راح ناخد منها قطعة نعمل فيها مناقيش الزعتر بالشكل هذا. هي اخذنا قطعة كبيرة. هاي عندنا الصينية اللي راح نفرد فيها المناقيش. هاي العجنة بننزلها لتحت شوي عشان نوسع معانا. طبعا راح نضيف شوية من زيت القلي في الصينية. طبعا الصينية بكون فيها ورق زبدة حتى ما تلتصق معانا. وراح نغمس العجنة من أو بالوجه ومن تحت كمان بالزيت حتى تفرد معانا وتمد معانا. نحاول نفردها بالشكل هذا ونوزعها على داير ما يدور الصينية. زي ما انتم شايفين بنحاول نوزعها. طبعا بنحاول نوزعها بالتساوي، يعني ما تكون جهة أعلى من جهة، لا كل الجهات بتكون نفس الحجم ونفس الخمل والسماكة. طبعا ما تتخيلوا قديش العجنة هاي حلوة وطرية معايا. هاي العجنة تطلع هشة واسفنجية. طبعا راح اترك لكم طريقة العجنة هاي طريقة تحضيرها بصندوق الوصف، لاني عملتها قبل هيك في القناة وموجودة الوصفة كاملة على القناة. طبعا مثل ما انتم شايفين بنوزع العجنة على داير ما يدور الصينية، نسكر كل الجوانب بالشكل هذا. ونحاول واحنا بنوزع نضغط باصابعنا حتى تكون مثل المناقيش، مناقيش الزعتر. طبعا ممكن تعملوها نفس العجنة هاي وتعملوها على اقراص دوائر صغيرة، وكل قرص بنحط عليه الزعتر والزيت. بس انا حبيت اعملكم اياها افرجيكم اياها نظام على صينية كيف بتكون معانا. نفرد العجنة على صينية وبنقطعها، وقبل ما نقطعها بنكون دهنين عليها الزعتر والزيت. هاي الطريقة اسهل واسرع للتحضير، يعني اللي عندها اولاد وهيك يعني فهذه اسرع لإلها وسهل، يعني على طول بسهولة بتحضرها بكل سهولة. طبعا بنخوزها بالشكل هذا بالاصابع حتى تكون منخوزة، لانه من اسمها مناقيش لازم تكون منقوشة نقش عليها الزعتر والزيت. هاي منقوشة الزعتر والزيت. طبعا هاي بتكون كتير زاكية للفطور مع كاسة الشاي، يعني طعم كتير رهيب وزاكي بكون بالشكل هذا. هينا نخوزناها بأصابعنا. هلا عنا بنجيب صحن بنحط فيه 5 معالق من الزعتر، وبنحط عليهم شوية من زيت الزيتون، وبنحط عليهم شوية من زيت القلي اللي هو زيت الذرة، وبنقلبهم بالشكل هذا. نتأكد انه الزعتر انخلط تماما وداب معانا. طبعا بتكون ايش كده مثل العجنة سايلة حتى نعرف نمدها على العجينة اللي عندنا ونعمل فيها المناقيش. طبعا نحاول ناخد ونوزع هنا بالشكل هذا. وبنحاول نفرد بالمعلقة، نفردهم على الصينية بالشكل هذا. نضيف كمان الكمية اللي معنا كانت قليلة وبنوزع بالشكل هذا. بنضيف كمان هنا على الحواف حتى كله تكون عليه زعتر، طعمه كتير زاكي بكون ما يكون مليان بالزعتر والزيت بالشكل هذا. وبنوزع هنا كمان وهنا كمان، وبنفرد برضو بالمعلقة بالشكل هذا بالشكل هذا. نوزع هنا وهنا كمان. المهم ما بنترك نتفة فاضية
كله بنوزع عليه الزعتر حتى يكون طعم الزعتر كتير مغرق العجنة، تكون معنا المناقيش كتير زاكية بالشكل هذا. غطينا كل الحواف كلها تماما، غطيناها بالزعتر بالشكل هذا ووزعناها. خلصنا كل الكمية اللي معنا مثل ما انتم شايفين. الكمية اللي عملناها بنعملها على القد حتى ما تزيد معانا، ووزعناها فردناها بالشكل هذا. صارت هيك صينية مناقيش الزعتر جاهزة معنا. راح نحمي الفرن ونضيفها داخل الفرن. طبعا راح نحمرها من تحت، بس تحمر معانا من تحت بنحمرها من فوق، وبنفرجيكم كيف بكون شكلها النهائي. راح اغيب شوية وارجع لكم من تاني، وان شاء الله بتكون جاهزة معانا ومحمرة ومستوية معانا. طبعا اللي ما عملش لايك واشتراك لحتى الان يعمل لايك واشتراك ويفعل الجرس لنستمر معاكم باجمل الاكلات واجمل الوصفات الفلسطينية لاحلى متابعين. وطبعا رجعنا لكم من تاني طبعا بعد ما استوت معانا مناقيش الزعتر والزيت. شوفوا بالشكل هذا، شوفوا ما احلى شكلها، كتير حلو وشهي. هلا راح نقطعها بالشكل هذا. طبعا راح نقطعها بالطول لقطع صغيرة يسهل تقديمها لأفراد العيلة. بالشكل هذا بنقطع. طبعا العجنة كتير هشة أو اسفنجية، شوفوا قديش حجم العجنة اتضاعف معانا. بالشكل هذا بنقطع اسفنجية وهشة معانا بالشكل هذا. وراح نقطع كمان بالعرض لتكون القطع صغيرة ونقدر يسهل حملها بالإيد. بالشكل هذا بنقطع. طبعا مثل ما انتم شايفين كيف شكلها النهائي، كتير حلو وبشهي. راح نحاول ناخد قطعة منها ونفرجيكم كيف بتكون شكلها من تحت. نحاول نقطع من هنا من الحواف ونقطع من هنا، نحاول ناخد قطعة من تحت. عشان سخنة لهيك بشويش بحاول اقطع. شوفوا كيف شكلها اسفنجية اسفنجية. العجنة كتير حلوة، العجنة السحرية اللي فرجتكم اياها بالفيديو السابق. شوفوا ما احلاها. هي طلعنا معاكم قطعة بس سخنة كتير. راح احاول افرجيكم كيف شكلها من تحت. شوفوا كيف ما احلاها محمرة. وهاي مناقيش الزعتر والزيت. بهيك وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم. ما تنسوا تدعموا القناة بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد معنا. شكرا على المتابعة. راح نحاول ندوقها ونقول لكم رأينا فيها. كتير بتشهي، ما تتخيلوا قديش طعمها كتير زاكي مقحمشة وهشة واسفنجية مناقيش الزعتر والزيت. وبهيك وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم. ما تنسوا تدعموا القناة بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد معنا. شكرا على المتابعة أحلى متابعين قناتي، ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.